التهوية الطبيعية، هل مثلا في أوقات معينة ما نهويش المبنى بشكل طبيعي؟ احنا التهوية الطبيعية بنستخدمها عشان حاجتين. الحاجة الأولانية عشان لازم يكون في معدل تهوية معين جوه الفراغ عشان الإنسان يقدر إن هو يتنفس، وفي نفس الوقت التهوية الطبيعية ممكن أستخدمها في التبريد. هواء جاي بارد من بره المبنى أبتدي إن أنا أدخله جوه المبنى عشان يغير لي من درجة حرارة الهواء الداخلي، وبالتالي أستفيد منه في التبريد. فكده كده التهوية الطبيعية لازم أشغلها، ولكن بنسب معينة طول الوقت. يعني في اوقات ممكن ما افتحش الشباك مثلا في الشتاء، بيكون الهواء بارد جدا في اوقات معينه من اليوم، لكن في اوقات لازم يكون في على الاقل جزء معين من الشباك مفتوح عشان يدخل لي هواء او يظبط لي معدل التهويه اللي موجود جوه المبنى، فالانسان او الناس اللي موجوده جوه الفراغ تقدر ان هي تتنفس. طيب مثلا حاجه زي الايفابوريتيف كولينج، لازم يكون عندي مثلا نافورة قدام المبنى أو حمام سباحة أو بركة مية علشان تبرد لي الهواء اللي داخل. مش لازم الحاجة دي تبقى موجودة طول الوقت، ومش لازم استخدمها أصلا. افرض إن الرطوبة النسبية عالية عندك في المكان اللي أنت بتصمم فيه، فهيبقى مش منطقي إن أنت تستخدم نافورة أو مصدر مية تعلي لك من الرطوبة زيادة.